But Rodri always have the ability in important moments, even high score goals. So he's an unbelievable player. So he's the best midfield player in the current world by far. So because he's able to do everything. So the tempo, how especially his character, you know, when the situation is going wrong, make him step forward, arrive to the box, the backwards, and the ability to play the short or long, and always ready. So yeah, what a sign. Manchester City signed a player that is difficult to understand what we have done the recent years without him. Would have been difficult. غوارديولا يحدد لاعب الوسط الأفضل في العالم كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن رأيه بأن لاعبه في السيتي رودري هو لاعب الوسط الأفضل في العالم من وجهة نظره. ويعد رودري من العناصر الأساسية لتشكيلة أبطال أوروبا، ولعب دورا مهما في فوز السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد أن سجل هدف الفوز في اللقاء النهائي. غوارديولا رودري قادر على إنجاز كل شيء. وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة اندبندنت البريطانية: إذا كان لاعب وسط الارتكاز لا يحظى بنفس التقدير الذي يناله المهاجمون وأصحاب القميص رقم 10 فهذا أمر جيد، حينما يحظى لاعب الارتكاز بكثير من التقدير فهذا ليس جيدا. وتابع: لاعب الارتكاز يجب أن يلعب بإيجابية له وللفريق، وعليه أن يجعل الفريق يلعب، هذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه لاعبو وسط الارتكاز. وأضاف مدرب السيتي قائلا: رودري يملك دائما القدرة على تسجيل الأهداف في الأوقات المهمة، لذلك هو لاعب مذهل. وتابع: رودري هو أفضل لاعب خط وسط في العالم حاليا بفارق كبير، لأنه قادر على القيام بكل